المنتخب المصري والمنتخب المغربي بجوج مشاركين حاليا في كأس افريقيا. طبعا اكيد غادي تكون تبغي ان المنتخب المصري يربح، ولكن كتشوف ان المغرب منافس قوي لمصر في هذا الكأس. احنا طول عمرنا بينا ديربي، طول عمرنا بينا منافسه، بس بينا منافسه ليه؟ لان احنا احسن فرقتين، احنا الفرقتين الاقوياء جدا. فان شاء الله يكسب اللي يحط مجهود اكتر واللي يحط روح اكتر، اللي نازل علشان يرفع اسم بلده بشكل كبير، هو ده اللي يكسب ان شاء الله. تصريحات أناحي مؤخرا خلقت جدل على مصر، على منتخب مصر خلقت جدل، وقام صراع بين الجمهور المغربي والجمهور المصري. شنو رأيك في هذا الشيء؟ هي الكرة كده، انما احنا ما بنقفش على كلمه وما بنقفش على تصريح، والمهم في النهايه احنا بلدين بيحبوا بعض ودي رياضه لازم نتحلى كلنا باخلاق رياضه. المغرب وعلاقتك به، حنشوفك قريبا في المغرب تزورنا ان شاء الله. يعني انا سنه 24 المغرب هل عليا جدا، يعني ونفسي اروح المغرب، يعني ان شاء الله سنه 24 لازم اروح، لان انا بحبكم جدا، بحب مدن المغرب والاكل المغربي والشعب المغربي، وان شاء الله اكون سعيد واجي لكم هناك. فايت زرتي مدن مغربيه؟ شنو المدن المغربيه اللي فايت زرتيهم؟ والله انا رحت كازابلانكا ورحت مراكش، بس ان شاء بس ما عدتش كتير ومن مده طويله. انا عايز المره دي اشبع، يعني اشبع من المغرب جدا يعني.